طبعا مش هتصدق لو قلت لك ان الباستا اصلها مصري، ومش بعيد تحدفني بحاجه في وشي كمان، بس انا هثبت لك ان اصلها مصري وهعمل لك حته طاجن تاكل صوابعك وراه. احنا عارفين يا سيدي ان الباستا هي الاكله الشعبيه رقم 1 في ايطاليا، بس المؤرخين ومتابعين اصول الاكلات كان ليهم راي تاني، وشايفين ان في دول وحضارات كتير قوي سبقت ايطاليا في الوصول لوصفه الباستا. في البدايه قالوا ان سبب انتشار الباستا في ايطاليا كان الرحاله الايطالي ماركو بولو، اللي رجع من رحلته لاسيا وجاب معاه وصفه النودلز الاسيويه، برغم الاختلاف الكبير جدا ما بين مكونات الباستا ومكونات النودلز الاسيويه، فقرروا ان هم يدعبسوا اكتر شويه كمان ورجعوا للقرن ال11، فوصلوا ان في جغرافي اسمه الادريسي كان عايش في صقليه، وان هو سبب نقل كل وصفات الباستا المصريه القديمه لايطاليا، زي القدوسيه او القدوسيه والمخروطه والشعريه او اللي هي لسان العصفور في زماننا دلوقتي. القدوسيه او القدوسيه هي عباره عن عجين، العجين ده كان بيتحط في وعاء فيه خروم من تحت ويبتدوا يضغطوا عليه فينزل شرايط طويله، حاجه قريبه شويه من شكل الاسباجيتي دلوقتي. الوعاء اللي استخدموه ده كان اسمه القادوس او القدوس، ولسه في منه عينه لحد دلوقتي في المتحف الزراعي. اما المخروطه كانت بتتعمل من العيش المسطح او اللي احنا بنسميه دلوقتي الرقاق، وده من اقدم طرق العيش اللي عملها المصريين القدماء، وكانوا بيخرطوها لاجزاء صغيره اقرب شويه للشعريه اللي موجوده دلوقتي. ولحد دلوقتي في الريف المصري برضو في وصفات بتتعمل بالمخروطه، وفي رحاله عراقيين كان اشهرهم زرياب نقلوا الوصفات دي للاندلس، ومنها انتشرت في دول المغرب وبقت من الاكلات الرئيسيه عندهم. في كمان الشعريه او اللي هي دلوقتي بنسميها لسان العصفور، وسموها الشعريه لان هي كانت بتتشكل على شكل حبه الشعير. ولسان العصفور او الشعريه موجوده دلوقتي في ايطاليا باسم اورزو، اللي هي معناها بالايطالي حبه الشعير. طبعا الطليان غيروا كتير في مكونات الباستا المصريه، بس في الاول وفي الاخر البدايه كانت من عندنا. طولت عليكم ولا ايه؟ طب يلا ندخل على وصفه طاجن لسان العصفور. الوصفه دي بالذات مرنه جدا وسهله جدا، واول ما تتزنقي اعملي طاجن لسان عصفور. هتحتاجي كيس لسان عصفور اللي هو 400 جرام، هتحتاجي ربع لحمه مفرومه. اللحمه المفرومه دي ممكن تبدليها بقطع لحمه صغيره متقطعه او تبدليها بكبد وقوانص. هتحتاجي كمان بصله متقطعه جوانح او جوليان زي ما بيسموها، هتحتاجي طماطمايه متقطعه مكعبات صغيره، فلفل متقطع مكعبات صغيره، وحاجه اختياريه قوي ممكن زيتون حلقات. هنجيب بقى صينيه لزوزه كده ونحمر فيها لسان العصفور زي ما بنحمره بالظبط للشوربه. هنركن بقى لسان العصفور اللي حمرناه ونعصج اللحمه المفرومه بالطريقه المعتاده بتاعتنا. تحطي بقى ربع كيلو اللحمه المفرومه كله، تاخدي نصه بس وتحطيه، دي حاجه بتاعتك خالص. يعني انا عن نفسي لو هعمل جنبه صنف لحوم باخد نص بس الربع ده. عصجنا خلاص اللحمه المفرومه، هنقلبها فوق لسان العصفور اللي احنا حمرناه ونديهم تقليبه مع بعض. نضيف البصل المتقطع، الفلفل المتقطع، الطماطم المتقطعه مكعبات، كل الحاجات دي نقلبها مع بعض كويس قوي، ونزوده كوبايتين كبار ميه ل3 كوبايات لحد ما وشه يتغطى كويس جدا، يعني فوق لسان العصفور بعقله صباع. هتحطي الزيتون الحلقات وهتحطي معلقه كبيره صلصه في قلب الميه وتقلبيها كويس جدا وتبقى دابت كويس قوي في الميه. سيبيه على النار، اول ما يغلي تكوني مسخنه الفرن كويس قوي وتدخليه الفرن على الرف الوسطاني من تلت ساعه لنص ساعه في الفرن، وبصي عليه تاني واديله تقليبه كده وافتحي له الشوايه عشان وشه يحمر. في ناس بتحب تحط على الوش جبنه او اي حاجه، بس انا بحبه يبقى خفيف، فمن غير جبنه ولا حاجه هيبقى تحفه معاكي. جنبه ممكن طبق سلطه او بطاطس محمره، او لو عاوزه تزودي صنف لحوم دي حاجه ترجع لك. كان نفسي بقى اقول لكم على كام وصفه بتتعمل بالشعريه، بس الصراحه مفيش وقت، عايزين نلحق نعمل الفطار. اشوفكم بقى في الحلقه الجايه مع اكله جديده، والاكل اصله مصري.